بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلاحظ الكثير اختفاء القطط يوم عيد الأضحى، وتحدث كثيرون من رواد منصات التواصل الاجتماعي عن ظاهرة اختفاء القطط في عيد الأضحى المبارك، متسائلين عن سبب اختفائها. وذهب بعضهم أن السبب في اختفاء القطط في عيد الأضحى هو تجمعها حول سلات القمامة لتناول فضلات الطعام، بينما ذهب آخرون إلى أن القطط تختفي في عيد الأضحى لشعورها بالخوف الشديد. كشف أطباء بيطريون سبب اختفاء القطط في عيد الأضحى أن اختفاء القطط الذي لاحظه كثيرون خلال أيام عيد الأضحى يرجع بسبب شعور القطط بالتوتر. وأوضح أطباء بيطريون أن سر اختفاء القطط في عيد الأضحى يعود إلى أن القطط كائنات حساسة ورقيقة، ما يجعلها لا تتحمل رؤية الدم أو شم رائحته في الشوارع، ما يقودها في النهاية إلى الاختفاء، حيث أن رؤية الدم أو شم رائحته يتسببان في إصابة القطط بالتوتر والقلق. بينما يرفض أطباء بيطريون فكرة اختفاء القطط في عيد الأضحى، ويرون أن القطط تتجمع على فضلات الأضحية بعد ذبحها باعتبارها مصدر غذائها، ولا توجد أي معلومة علمية تتحدث عن هروب القطط من رائحة الدم. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قصة مشابهة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أنس، إن الهر من متاع البيت، لن يقدر شيئا ولن ينجسه. وثبت في كتاب الموطأ والمسند والسنن أن أبا قتادة دخل على كبشة بنت كعب بن مالك وهي زوجة ابنه عبد الله، فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقالت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين أو الطوافات. إن تربية الحيوانات في الإسلام تتطلب الالتزام بحقوقها بشكل كامل. إن من أبرز حقوق الحيوان التي يجب على صاحبه مراعاتها تشمل حسن معاملته، وتوفير الغذاء والدواء والرعاية المناسبة. من يربي حيوانا مثل القطط يجب عليه أن يأخذ في اعتبار حقوق هذا الحيوان، فعلى الرغم من أن القط قد يتم جلبه لأغراض متعددة مثل مكافحة الحشرات أو الاستئناس، فإنه يظل له حقوق شرعية يجب احترامها. إن تربية القطط ليست مكروهة ما دام الشخص يحسن إليها. أن تربية القطط لا تمنع دخول الملائكة إلى البيت.